تعرف على موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في أفريقيا أمام استاد أبيجان. ماتش مش سهل. بمعنى إيه مش سهل؟ فرقة يعتبر هي متزايدة الترتيب الجدول استاد أبيجان، والنادي الأهلي في المركز الثاني، ولكن بعد الهزيمة المفاجئة للنادي الأهلي في الماتش اللي فات أمام شباب بلوزداد الجزائري في هدف خطأ من الشناوي في الدقيقة حوالي 91 تقريبا، النادي الأهلي بقى مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في الماتش ده. بمعنى نتيجة إيجابية، ما يخسرش تحت اي ظرف، بمعنى يتعادل او يفوز. الفوز هيضمن ليه الصعود بنسبه 90% للدور الثاني في دوري ابطال افريقيا، ولكن في حاله الخساره هيدخل النادي الاهلي تحت ريسك كبير جدا، وهو انه مطالب بالفوز في اخر ماتش امام اورلاندو بايرتس في القاهره. النادي الاهلي بيمر الفتره الحاليه بعدم استقرار، سواء عدم استقرار من حيث الاداء. النادي الاهلي يعتبر في بعد ما فاز على سموحه في بطوله الدوري وتصدر الدوري باداء مش افضل حاجه. النادي الاهلي كان قعد حوالي شهر كامل مفسي في بطوله الدوري. اداؤه التهديفي كان ضعيف جدا الفتره اللي فاتت، بخلاف ماتش طبعا شباب بلوزداد كان ليه ظروف خاصه اللي النادي الاهلي فاز فيه 6-1. ولكن لو جيت تبص للنادي الاهلي كمشجع، هتلاقي ان الجماهير الفتره اللي فاتت غير راضيه تماما عن النادي الاهلي، سواء على اللعيبه، سواء على الاداره، سواء على المدير الفني. عوامل كتير ادت ان النادي الاهلي يوصل للمرحله دي. المفروض يبقى في تدعيم بالصفقات، والجماهير خلاص يعني زهقت من كتر ما هي بتطالب الاداره ان هي تدعم صفقات، ولكن الاداره تحس ان هي مش معانا خالص او مع جماهير النادي الاهلي. فاتمنى النادي الاهلي الماتش اللي جاي، الماتش هيبقى يوم السبت الساعه 6 مساء في القاهره في ابيجان، النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، على الاقل يطلع الماتش تعادل، عشان ما يبقاش داخل في مرحله شك اكبر في ماتش اخر ماتش في المجموعات، هو ماتش اورلاندو بايرتس. ويبقى الله اعلم ممكن ظروف الاهلي وقتها تبقى عامله ازاي، ولا قدر الله النادي الاهلي وقتها لو كان خسر مثلا من استاد ابيجان وتعادل مع اورلاندو بايرتس، فرص صعود النادي الاهلي هتبقى ضعيفه جدا. فاتمنى النادي الاهلي يخش المباراه يوم السبت القادم بتركيز شديد جدا، يحقق نتيجه ايجابيه بحيث تريحه وتدي اللعيبه والجهاز الفني والاداره دفعه معنويه لتكمله البطوله وتحقيق دوري الابطال افريقيا. اتمنى النادي الاهلي يفوق شويه، بمعنى ان اللعيبه تفوق كده معانا، بحيث الجماهير صبرها ما بيبقاش طويل. يعني النادي الاهلي معودنا دايما اي بطوله بيخشها بيبقى هو المنافس رقم واحد عليها، ولكن بالاداء اللي احنا شايفينه في بطوله الدوري او في دوري ابطال